اهلا متابعين قناه راي عام. يمكن من الحوادث الغريبه واللي شهدها شهر رمضان، الايام المفترجه اللي احنا فيها، شهر مغفره ورحمه وتعبد، الا ان جرائم فيه زادت جدا بمنطق غريب. مش عارف ده عشان الصيام بيبقى الواحد على اعصابه او بقت ثقافه في مجتمعنا. موضوع الجريمه بقى سهل. مش عارف. الجريمه اللي هنتكلم عنها النهارده دي حصلت في سوهاج، وتحديدا في مركز جهينه، وحصلت وتمت في نهار رمضان بكل اسف. فتاة ذبحت خطيبها ورمت جثته في المقابر بمساعدة أخوها. هنتكلم عن تفاصيل مرعبة في القضية دي. ربنا يعافينا يا رب ويعافيكم ويبعد عننا وعن ولادكم كل شر. في واقعة مأساوية شهدتها محافظة سوهاج في إحدى قرى صعيد مصر، حين تم العثور على جثمان شاب مذبوح وبه عدة طعنات متفرقة بمناطق في جسده في منطقة المقابر بقرية نزة البحرية. التفاصيل الكاملة لمقتل شاب على يد خطيبته في سوهاج. الواقعة المأساوية دارت أحداثها بمحافظة سوهاج وتحديدا في مركز جهينة. فالمجني عليه شاب من العقد الثالث من عمره ويدعى مصطفى، مقيم بنفس القرية بدائرة ومركز جهينة. تقدم لخطبة فتاة من نفس ذات المركز، وبالفعل تمت الخطوبة بينهم بموافقة الأهل طبعا. وبعد فترة صغيرة أتم الشاب عقد قرانه على الفتاة، إلا أنه سرعان ما تبدلت الأحوال ودبت الخلافات ما بينهم، ما بين الشاب العشريني وخطيبته، حتى طلب عدم استكمال الجوازة رغم عقده للقران. وأخبر خطيبته برغبته في عدم استكمال الزيجة، وبدون أن يخطر بباله وفكره أنها ستكون النهاية. لم تكن تلك نهاية للمشكلات بين الشاب العشريني وخطيبته، بل إنها كانت النهاية لقطار العمر زي ما بيقولوا. يعني فقد الشاب عمره على إيد خطيبته في سوهاج، بل وألقته بمساعدة شقيقها في مقابر ناحية منطقة نزة البحرية بمركز جهينة شمال محافظة سوهاج. ما كانش في الحسبان ان الفتاة تسطر نهاية الشاب الثلاثيني مصطفى. وقعت سوهاج بدأت ببلاغا تلقته الأجهزة الأمنية ومديرية أمن سوهاج، تتضمن العثور على جثة شاب بالقرب من مقابر البحرية بدائرة مركز جهينة. وعلى الفور وجه اللواء محمد شرباص مدير أمن سوهاج بسرعة كشف ملابسات الواقعة. وبالانتقال والفحص تبين من المعاينة ان الجثة الشاب في العقد الثالث من العمر، بالغ 27 سنة، ويدعى مصطفى، مقيم ناحية مركز نزهة المحزمين، وله معلومات جنائية. وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. وكشفت التحريات والمعلومات التي أجرتها مباحث سوهاج إن وراء الواقعة والجريمة خطيبة المجني عليه وشقيقها، حيث نشبت بينهم خلافات قام على أثارها المجني عليه بطلب عدم إتمام الزيجة. وتوصلت تحريات أجهزة الأمن بسوهاج قيام المتهمين بطلب إجراء صلح بين الشاب وخطيبته، وحضر بالفعل الشاب إلى منزلهم، وجرى التفاوض على استكمال إجراءات الزواج، إلا أنه أصر على موقفه. وقامت في لحظتها خطيبته بالاعتداء عليه بسلاح أبيض، نتج عنه إصابته بجرح ذبحي في الرقبة وعدة طعنات متفرقة في الجسد. وتبين من التحريات ان المجني عليه لفظ انفاسه الاخيرة في منزل المتهمين، وبعدها قام المتهمين بحمل جثمانه الى المقابر والقوها في منطقة المقابر وتركوه وغادروا. وجرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للجريمة تفصيليا، وتحرر المحضر اللازم. وتباشر النيابة العامة في سوهاج التحقيقات والإجراءات القانونية. يعني يا جماعة جريمة بشعة جدا. انتي ربنا ما تملكيش الزواج، او حصل خلاف، او ربنا ما أرادش إتمام الزيجة، خلاص كل واحد يروح لحاله بالمعروف، والدنيا ما بتقفش على حد، حتى لو كنت بتحبيه او ما بتحبهوش. ده نصيبك وربنا كاتب كده. ليه الامور توصل للقتل وذبح وناس تتورط في جرائم قتل حاجه مؤسفه بجد وجريمه. ربنا يعافينا يا رب. الواحد مش عارف يقول ايه والله. احنا في نهار رمضان قتلت راجل ووصاي، حاجه مؤسفه. ربنا يعافينا يا رب ويعافيكم ويبعد عن ولادكم وولادنا كل شر. الواحد ما تصورش ان يعني تكون نهايه جوازه او كاتب كتاب. ده بيبقوا معاهم عيال وبينفصلوا والدنيا بتكمل، الدنيا ما بتقفش على حد. انا مش فاهم ايه المنطق من دوت. ربنا يعافينا ويعافيكم. هي لحظه شيطان اكيد. حاجه مؤسفه بجد وجريمه بشعه. يعني تذبحي جوزك قاعد وهو قاعد تذبحيه بالسكينه، يعني جريمه غريبه، خصوصا لما تيجي من واحده. ربنا يسترها ويعافينا ويعافيكم. شكرا جدا ليكم على حسن المتابعه. السلام عليكم.